بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي المستمعين الرائعين في كل مكان في حلقة جديدة من بودكاست شاي كرك. ومعانا النهاردة الباشمهندس خريج فنون تطبيقية، يعني فينا فنون تطبيقية من بعض. فينا فعلا. باشمهندس عمر حلواني، حبيبي يا ماما. انا مبسوط ان احنا قاعدين القعده دي، يا خبر ابيض. ويا رب القعده تطول. اتمنى. جايين نتكلم عن ايه النهارده؟ احنا فنون تطبيقيه واتنين فنانين. هنتكلم عن ايه؟ عن الكوره طبعا. اكيد عن الافلام. مثلا عن الافلام، كله فن عموما طبعا. ده حقيقي، يعني ده هو حقيقي. الفن موجود في كل حاجه تقريبا بنشوفها، من اول هدومك اللي بتلبسها الصبح لحد تطبيق السرير بتاعتك قبل ما تنام. ده فيها فن برضه. لو بنتكلم على الكليه فهتلاقي لا كل حاجه موجوده. انا مقتنع ان كل اي مكان انت تدخله هتلاقي فيها لمسه فنون تطبيقيه كله، يعني اعتقد ان المكان كله هيكون 14 قسم. 14 قسم عموما طبيعي هتلاقي سجاد، هتلاقي اثاث، هتلاقي لوح متعلقه، هتلاقي حتى الكوبايه كوبايات اي خزف. حاجه طبعا. بس احنا جايين النهارده نتكلم عن تحديدا الذوق العام، الفن وتطبيقه على الذوق العام. مقتنع ان كل مكان وكل ثقافه، كل مجتمع، كل بيئه بيكون ليها ذوق الفن بتاعها. بالظبط، الذوق بتاعها، ذوق فني موجود فيه، حتى لو مش بيتقال عليه ذوق فني. هي دي الثقافه، هو ده اللي موجود. والله هو الفكره في ايه؟ ان اي مكان، اي بيئه انت بتبقى قاعد فيها، تمام، هي بتطبع عليك اساسا، تمام. وانت بتحاول من الصفات اللي انت خدتها من البيئه دي ان انت ايه، تطلع الفن بتاعك، او يبقى ليها الفن بتاع البيئه اللي انت فيها اصلا. يعني مثلا الناس القارات مثلا، كل قاره هتلاقي فيها الثقافه بتاعتها بالفن بتاعها اللي اول ما تشوفه تقول ده طبعا ده فن، دي الوان افريقيا. ده الافرو مثلا. احنا في مثلا شغال دلوقتي كاس الامم الافريقيه. هتلاقي مثلا في بين سبورت او اي حاجه بتنزل الاستوديو التحليلي، جايبين الوان ايه، اخضر واصفر واحمر فاقع ومش عارف ايه جنب بعض. هي الالوان دي بالطريقه دي كل ثقافه بيكون ليها هويه بالظبط. هي بتعبر عن الحاجه دي، تمام. يعني افريقيا احنا شايفين انها كده. تيجي مثلا ايام ما كان كاس العالم في روسيا، كانوا جايبين برضو شكل الجليد ومش عارف ايه والدب الروسي والكلام ده. كاس العالم قطر مثلا الوشاح بتاعهم ومش عارف ايه الكلام من ده. هل معنى مثلا ان الناس في روسيا مثلا بيروح الشغل على الدب مثلا؟ لا، هو ولا ناس بتلبس بدل خضرة في افريقيا عادي. هم بس دي حاجه فولكلور مرتبط بالهويه اكتر. بالظبط. زي ما احنا مثلا ما بنروحش الشغل بالجمل ولا لابسين بتاع الذهبي ده علينا، احنا مصريين اهو، بس عادي. هي بس دي حاجه بتميزنا، يعني ده فن احنا عشان عشنا في المنطقه دي، فده الفن بتاعنا اللي هو اساسا من ايام جدودنا، جاي من الحضاره بالظبط. وتاريخ برضو يعني. بالظبط. ومش لازم يعني اكون دول كلهم دارسين بقى فن وكده عشان يعبروا عن وحتى لو خدنا مصر مثلا دلوقتي، الهوية الفرعونية هي اللي في الأحداث اللي زي دي، مثلا في الايفنتس اللي زي دي، زي كأس عالم أو كأمم أفريقيا أو كده، بيكون الطابع الغالب الحضارة الفرعونية، المصري القديم طبعا. بس لو جينا بقى ناخد مصر نفسها، تيجي تبص على دمياط هتلاقي عندهم ثقافة معينة. بالظبط. كل حاجة ليها الثقافة بتاعتها. يعني مثلا الشمال عموما في مصر كله تلاقي جايب لك ايه، حتة الصيادين والشبك مش عارف ايه، واللبس اللي هو السواحل عموما. عكس الجنوب. مثلا عندنا النوبة. النوبة ده فن لوحده. يعني النوبيين لوحدهم دول اساسا تحس ان هم ليهم الطابع بتاعهم وما بيتكسفوش منه. يعني ده حلو قوي. أيوة. انا بحب قوي ان انا اروح مثلا مكان اشوف الهواء بتاعتهم، ما بلاش بقى كله في بعضه، لا انا احب اشوف الجو بتاعه عامل ازاي. زي الناس اللي في سينا برضو، ما نفس الفكره. يعني برضو اللي هو اللبس السيناوي ده حتى في الاكل والشرب حتى بيبقى ليهم برضو الجزء بتاعهم، الحته بتاعتهم. في اكل تلاقيه مثلا الاسماك والحاجات دي تلاقيها مثلا في الشمال، بورسعيد ودمياط وكده، اسكندريه، الشاري بالمرمريه تشربوا في دهب، الكتاكيت في الفيوم، بلاش بقى.
حبايبنا اشمعنى؟ بالفيوم والله. اه يعني الفيوم معروفة برضو بالخزف في قرية قرية تونس. تونس هناك. مم. في الشغل هناك جميل جدا بصراحة. انا بحب قوي الفن وارتباطه بالهوية، يعني اللي هو بتلاقيه بيتشكل على حسب المكان اللي هو جاي منه او اللي هو بالظبط. موجود حتى فيه. وكل واحد بيعبر بطريقته، مم. يعني كل واحد شاف حاجة فبعبر بيها يعني. وفي حاجات بقى هتلاقي موجودة في ثقافتنا عموما، يعني ممكن ثقافة دينية أصلا. اه يعني مثلا الثقافة الدينية، مثلا الإسلام عموما هتلاقي فيه طابع معين هتشوفه فين؟ في المساجد. في هتشوفه فن اسلامي. موجود مم. طبعا. وايه الفن الإسلامي ينقسم بقى، هتلاقي مثلا أيام العباسيين حاجة والمماليك حاجة تانية. يعني كل حاجة وكله بقى ايه يعني هو فن إسلامي، بس كل شوية حد يضيف عليه حاجة. عصور. بالظبط. مم. زي مثلا كانوا بيقولوا اصلا، هو مش بيقولوا، ده حقيقة ان الفن الاسلامي جاي من الفن القبطي اصلا. مم. هو مجرد تطور، احنا تطورنا بس بنضيف عليه حاجة. فبرضه دي نقطة مهمة قوي، ان احنا الفن مش مجرد ان احنا مثلا بنعمل حاجة من الصفر، لا احنا بنكمل على اللي قبلنا كمان. بالظبط. فهم دي الفكرة، ان كل شوية ما الوقت بيعدي مثلا هتلاقي الفن بيتطور معاك. يعني الناس في كل حاجة بقى كفن، مش لازم كلوحات او حاجات زي كده، ممكن مثلا في الاغاني، في المزيكا، كل ده محدش جه بدأ مزيكا من الصفر. مم. هي اتطورت بالوقت وضفنا عليها الطبع بتاعنا بنشوفه كل يوم يعني. هو الفن بيبدأ من نقطة، يعني مثلا احنا مش عارفين بدايته كانت امتى مثلا، او هو خلينا نقول ان هو متأصل في التاريخ، يعني الفن موجود طبعا على مر السنين. وهو من يعني من اكتشاف الانسان، يعني خلاص هو الانسان مسك الفن ده وبدأ يتطور الفن بتطور الانسان. بص انا هقول لك على حاجه، يعني هو الانسان في ايام زمان خالص بقى كده، بنتكلم من ايام حتى قبل عصور الكتابه والكلام ده كله، قبل العصور الحجريه كمان. اول ما بدأ عايز يعبر عن نفسه، عايز يكتب، فهو طبعا مفيش كتاب، فبدأ يرسم اللي هو بيشوفه. فيعني مثلا تلاقي مثلا في المصريين كتير قوي موجود في الفن البدائي برضو موجود. القصص بتاعتهم موجودة على الحيطان، النقوش بتاعتهم، الحاجات دي كلها، البرديات، كل ده هتلاقيه عبارة عن رسم اصلا. تمام. هو يعني يعني عن رسمه، عن فنه، او عن حياته بالفن. هي اللغة اصلا ممكن تكون تطور، يعني هو فن فتطور من الرسومات دي للغة احنا بنتكلمها دلوقتي. ايوه ده حقيقي فعلا. يعني هم اكيد كانوا بيتواصلوا بطريقه معينه، ولكن هم عشان يبينوا ان هم كانوا موجودين في المكان ده، او ان هم يثبتوا حضورهم بحاجه، بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يرسموا على الحيطان بقى، مش عارف ايه بتاع، هو عايز يعبر لك عن حاجه. فهو برضه مش مجرد ان احنا نعمل حاجه شكلها حلو بس، لا ده انا ممكن اعبر لك، ممكن اوصل لك اصلا انا كنت بعمل ايه. يعني ان انا لما ارسم لك مثلا شخص مش عارف ماسك سهم ايه وبيعمل ايه، هو وضح لك المعركه اللي هو كان فيها. تمام. وفهمها وانت فهمتها بعد كام سنه، بعد كتير. يعني انت ممكن قعدت بتاع 3-4,000 سنه كده ما شفتش الحاجات دي. تمام. ومحدش شافها، وبعد ما شفتها خلاص انت فهمت هو كان عايز ايه. ولسه عايشه يعني. طبعا لسه عايشه، وعايشه هو هتعيش. يعني مش اللي هي بس اتعملت عشان يوصلوا حتى للكام ألف سنة اللي بعدهم، لا دي حاجة اتعملت خلاص. دي موجودة معانا. انت بتشوف الفن بقى موجود في كل حاجة دلوقتي. انت في العمارة، في الشكل المعماري. يعني حتى لو بنتكلم عن ثقافتنا احنا كمصريين، فيها هتلاقي كتير في العمارة القديمة كمان بتعبر عنهم. يعني في فن موجود، مش مجرد ان انا كنت بعمل مكان بقعد فيه وخلاص، مش حفرة وقاعد فيها، لا ده هو عمل حاجة تعبر عنه وعن هويته وعن شخصيته. يعني مثلا بيوت الملوك كان غير بيوت الناس التانية، غير هي كلها فن، لكن بتفرق بقى يعني حسب البادجت اللي كانت معايا. انا مستمتع جدا بفكرة ان الفن ما بيوقفش عند نقطة معينة، ومبسوط قوي من فكرة انفتاح الثقافات بقى على بعض. طبعا. اللي هو انت دلوقتي عادي ممكن تلاقي يعني مش شرط ان مصر يعني خلاص مصري قديم فراعنة لا، في كتير من يعني عماير بنشوفها وموجودة قدامنا وحقيقية، بتبقى واخدة الطراز اليوناني مثلا. طبعا. بص هو ده كان بسبب كذا حاجة. اولا انت يعني ما كانش في دولة كده انها عاشت مستقلة بذاتها وخلاص، ما احتكتش بدول تانية. الاحتلال بقى مش عارف ايه، الثقافات اللي دخلت في بعضها، ده قبل السوشيال ميديا وقبل الكلام ده كله. تمام. ده خلى اصلا بقى في ميكس كده لذيذ. ليه الثقافة هي اللي جت لحد عندنا، مش احنا نروح. يعني مثلا الثقافة الإغريقية او الفن الإغريقي دخل مصر ازاي؟ ما هو دخل عن طريق ان كان
في حصل دخول اصلا للدوله دي مم. تمام. حصل ميكس ما بينهم بقى. في فتره اصلا في الفن الفن المصري اسمه الفن المصري الاغريقي. مم. ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن إن الفنانين الاغريق لما دخلوا مصر بداوا ان هم يعملوا كده زي لغه تواصل فنيه ما بينهم وما بين الفنانين المصريين. مم. فتلاقي في بعض الفنانين المصريين متاثرين شويه مش كتير بالفن الاغريقي والعكس، فعملوا ميكس ما بينهم وبين بعض. اي نعم هو ما نجحش لان خلافات، ولكن هو في الاخر غصب عنهم بقى كل واحد مطلع على ثقافة التاني. تمام. فطبيعي جدا انك تبقى ماشي في اسكندرية او رايح اسكندرية شايف الطراز اليوناني والاغريقي موجود. تمام. عكس ما تروح الاقصر واسوان مثلا هتلاقي المصري اكتر. مم. تمام. وهكذا يعني ده كتير. دخلت بقى موضوع السوشيال ميديا. خلاص بقى احنا فهمنا كل حاجة. مم. كله بقى دلوقتي بقى فاهم ثقافات التاني، بعرف الفن ده. لكن انا دايما بشوف ان الافضل انك تفضل تتفرج كتير تشتغل كتير. ثقافات مختلفة، الثقافة الصينية، الفن الصيني والفن اللي هو بتاع شرق اسيا عموما، الفن الهندي. في الهنود ليهم طابع مميز جدا ليهم غير المصري والاغريقي والافريقي والشعبي كل الكلام والعربي طبعا. والعربي طبعا العربي اسلامي الخطوط بقى او قبطي او ايا كان. مم. وتاخد ميكس، تفضل تتفرج كتير، تفضل تشوف، تفضل تجرب هنا مرة واثنين وثلاثة لحد ما انت بقى يبقى عندك زي ما يعني زي تشبع كده. مم. هو مش تشبع لان مفيش حد بيتشبع من الفن عموما، مم. ملوش سقف، ولكن بقى عندك خلاص عندك خبرة ان انت تعمل ايه، ان انت توصل لطابع خاص بيك انت مرتاح له. مم. وده دايما انا بقوله للطلبة اللي هم لسه داخلين اعدادي فنون، اللي هو بقى عايز يخش لا انا اشطر واحد مش عارف ايه ومش هقلد لا اتفرج وشوف. اوكي الاصاله انا شايف ان هي يعني ما ينفعش ابقى انا لسه بادئ دلوقتي واقول انا هعمل فن اصيل. بالظبط. انا شايف ان الاصاله بتيجي بالوقت، بتكتسب يعني، ده وقت طويل جدا ولازم يبقى فيه تجارب كتير قبلها. انت ممكن تقعد لحد يبقى عندك 60 سنة ولسه ما وصلتش للي انت عايزه، بالظبط. وممكن ما توصلش عادي، وممكن توصل بعد 60 يعني. فكره ما ان هو الفكرة في حاجة. مم. الفكرة ان طول ما انت عمال تدي للفن وهو بيديلك، فمش هتحس ان خلاص هتقف. مم. هتحس لحد اخر يوم ان انت لا ده انت انا لسه فيه عايز ادي كمان. هو ملوش سقف. ما دي مشكلته انا بلاقي حد بيقولك انا جبت اخرها وهو لسه لا اقعد بقى هو لسه عنده 20 سنة. جبت اخرها فين؟ احنا لسه ما بدأناش اصلا. مم. لا ده لا عالم تاني يعني. المفروض الواحد يقرأ كتير ويتفرج كتير جدا. انا الحقيقه مبسوط من الانفتاح اللي حصل ده، وشايف ان هو هيدي مساحه اكبر من ان خلاص ما عادش فيه التسويف بتاعنا. عارف انت اللي هو الكرييتيف بلوك، او فكره ان انا خلاص انا جبت اخر الحاجه دي وانا مش هقدر اديها اكتر من كده. حاسس ان الانفتاح ده فعلا اللي هو خلاص انت حاسس ان انت وصلت عند حته معينه، يعني ادخل على ثقافه تانية، ادخل على نوع فن تاني بالزبط. جرب حاجه جديده. واقول لك على حاجه بتختلف كمان من شخصيتك وعمرك. يعني مثلا واحد زي بابلو بيكاسو مثلا، تمام، اتفرج له على شغله كده في بدايته، كان ماشي بمدرسه معينه، المدرسه الكلاسيكيه اللي هو انا برسم جيب موديل واحط لايتس. طبعا هو ما كانش بيحط لايتس يعني، بس يعني كان بيعمل زي مود اضاءه ويبدا يشتغل. تمام. زي شغلنا اكاديمي يعني ايام الكليه. شوف شغله كده بعد مثلا، شوف شغله بعد كام سنه شغل، بعد خبره قد ايه. تمام. بقى مختلف تماما، وكل فتره في حياته كان ليها طابع خاص وعلى حسب شخصيته وعلى حسب حياته. فانت ممكن اصلا وانت عندك 21 سنه بشخصيه معينه، بطريقه معينه، بطريقه تفكير معينه، دي طريقه فنك، او منجذب للفن ده. تمام. او منجذب للذوق الموسيقي ده. اوكي. تمام. بعد فتره ممكن تنضج اكتر او ممكن تتهبل عادي. طبيعي. ممكن يحصل لك حاجه في مخك، اي حاجه. فيحصل ايه؟ مش مجرد انت خلاص اتهبلت وخلاص كده، لا انت بقى كمان الفن اختلف، بقى عندك ذوق جديد. تجربه جديده يا عم، دوس بقى. وهكذا. ممكن فكره كده شافها فتحت مخه على حاجه جديده خلاص. فعشان كده بقول هو ملوش اخر. انت فكره ان
مفيش اخر للفن بتاعك ده اللي انت توصل الفكره له. بس ان انت كفنان دلوقتي محتاج تخلي نفسك تدي لنفسك المساحه بتاعه الانفتاح دي، بالظبط اللي هو ما تبقاش ماسك في حته معينه وبتقول بس هي دي. والله. يعني امسكها لفتره معينه مم. لحد ما تبدا تجرب فيها، بس ما تبقاش مثلا او لسه امسكها بادئ. امسكها بعد فتره تجربه طويله. يعني حتى لو هتمسكها هي مثلا تجرب فيها آه. سنين تمام، بس ما توصلش لدرجه ان انت تقول خلاص انا جبت اخرها. لا يعني مفيش حاجه اسمها كده، مفيش اخرها. انفتح على ثقافات تانية، اعتقد الموضوع هيدينا انواع يعني فكره اصلا ميكس الثقافات ده بيطلع لنا منتج جديد. بالظبط. يعني ده شيء انا شاهدته وحصل في مثلا في السين المصري بتاع الراب. مم. هي ثقافه غربيه، مم. الراب الميوزك دي اه دخلوا عليها الطابع الشرقي مم. بتاعنا، وفي الاخر طلعوا لنا بحاجه جديده بالظبط. خالص، وبقت خلاص علامه. اه. يعني بقت دلوقتي دي السيجنتشر بتاعتنا، دي العلامه اللي لو سمعتها تعرف ان خلاص البيت ده جاي من مصر. بالظبط زي ما بشوف مثلا على اليوتيوب بتلاقي مثلا اغنيه انجلش او حاجه وعامله عليها ريميكس شعبي، ايوه تبقى حلوه جدا على فكره. اللي هو يعني فاهم؟ طب ما انت ضفت عليها اهو تمام وعملت ميكس انت عمرك في حياتك ما كنت تتخيل ان الميكس ده ممكن يحصل. يعني ان لانا ديل ري مثلا بتغني على الحان عمرو صاصا، ما هي مش يعني دي حاجه برضو هي ممكن تضحك، بس هي الفكره ان ايه، هي حاجه حلوه. انت شوف الدنيا قربت قوي، يعني احنا قربنا قوي من بعض يعني. فده بنشوفه في الفن كمان، يعني عموما في الارت عموما ده بيحصل برضو. يعني ده كتير، ما انك تدخل فنون في بعضها او ثقافات في بعضها، او انك تعمل طابع ليك انت خاص بتاعك بألوانك بطريقتك. طيب انا دلوقتي طالب ماشي ومحكم بمقرر معين او بشيء معين، بتصميم دلوقتي انا هعمله، خلينا نقول تصميم بس. انا لازم اعمله مصري قديم. انا دلوقتي هل اقعد بقى اقول انا كده محطوط في بوكس وانا كده مش هعرف ابدع بمزاجي، وليه تغصبون على حاجة زي دي؟ ولا ده الشغل اصلا؟ ولا هو ده الشغل اصلا؟ ما هو بص اقول لك على حاجه، طول ما انت يعني في الاول مفيش حاجه اسمها انا محطوط في بوكس ومش عارف ايه لا انت ما تعرفش الناس دي يعني اشتغلت قد ايه عشان توصل للي هي وصلت له، بالنسبه مثلا للمصري القديم. ده فن كبير جدا، يعني علم المصريات ده علم قوي جدا يعني. فانك تخش فيه وانك تنحصر فيه لفتره وانت عارف انك بتتعلم، لا ده مش غلط خالص. بالظبط. التعمق في التراث نفسه، في هيفيدك بعدين نفسها اصلا، هيفيدك بعدين وهيفتح لك يعني هيفتح لك طرق تانية في الفن يعني. بالظبط. يعني هتستفاد عموما حتى لو انت مش هتعتمد الثقافة دي في حياتك بعدين كفن يعني، بس هي هتفتح مخك، يعني هتعمل لك زي تغذية بصرية. انك شفت حاجات كتير قوي. انت لما تبقى شفت عناصر كتير جدا في حياتك او في الفن يعني عموما، وتيجي تديزاين حاجة، مش هتبقى فقير ذهنيا او فقير فنيا، انت هتبقى عندك ثقل انك تخش بقلب جامد بعناصر معينة او بتفكير معين. انت قرأت كتير وشفت كتير واتفرجت كتير وجربت كتير. بالظبط، خيالك بيفتح. انت بتوسع الدنيا كده. يعني زي فكرة ايه مثلا، اللي مثلا تيجي تتدرب كورة او تروح تلعب كورة، فيقول لك اجري حوالين التراك كتير عشان توسع صدرك كده. فدي نفس الفكرة، اتفرج كتير عشان توسع دماغك. ايوه يعني تبقى دماغك كده فيها، تبقى ثري، يعني تبقى غني فعلا في دماغك كده، عندك معلومات كتير وعندك اتفرجت كتير قوي. فيبقى تيجي تديزاين، تعرف تديزاين اصلا، مش محصور في جملتين 3. وده اللي بنشوفه كتير على فكرة برضو. في ناس كتير بتنحصر في حتة معينة ما عادش عارف يخرج منها. لا اخرج. هو حرفيا ما بيخرجش عشان ما بيستقبلش جديد. يعني هو مش عارف يدي عشان ما عادش عارف يستقبل، او بيستقبل اللي كان بياخده اصلا. يعني انت بتتفرج على نفس الحاجة جديد. نفس الحاجة. انت ما بتستقبلش جديد فمش هتطلع جديد. بالظبط. كل ما توسع استقبالك، استقبال مش استهبال، لا يعني كل ما توسع استقبالك كل ما والله ولو توسع استهبالك برضو، اي توسع عموما هيزيدك. اوكي المهم يبقى في توسع فعلا. انا موافق. شوف كتير. انا بحب الناس استهبل. مش بحب الناس الحركه بصراحه. ايوه وشوف كتير وسافر كتير. شوف يعني شوف لف
طول ما انت فيك صحه لف واتفرج وادرس. تمام. ولو انت مش قادر على السفر حرفيا تسافر وانت قاعد في مكانك. مش ممكن، ما انت ممكن تسافر ايطاليا وانت قاعد في على السرير عادي، تتفرج على كل حاجه هناك. ده برضو سفر يعني عادي، برضو تتفرج وما عندك تغذيه بصريه وتعلم. التعلم ده، الدراسه والتعلم حاجه جميله جدا على فكره، بالذات في الفن. كان عندنا دكاتره كتير ما شاء الله، كانوا يعني كبار جدا في السن، ولكن كان يقول لنا لحد دلوقتي لسه بدرس ولسه بتعلم. ده بجد يعني. هو انا خلاص مش عشان انا كبرت وتخرجت خلاص كفايه كده، لا، انت تفضل تتعلم وتدرس وتجرب لحد ما مش عارف لحد ما ايه، لحد ما خلاص بقى يعني. مش عارف. انا بقالي كتير ما بتعلمش الحقيقه، والنهارده بدات اتعلم حاجه جديده، فحسيت احساس كده حلو قوي. التعلم حسيت احساس حلو قوي، حسيت ان انا كنت مفتقد الاحساس بالذات لو حاجه بتحبها يعني. بالظبط. لو انت بتدرس حاجه بتحبها او انت بتتعمق في حاجه بتحبها بدون بقى انك تحط رولز وكلام من ده ودرجات وكلام من ده. بس صدقني يعني اللي انا كنت عاوز امنشن ليه اصلا من شويه في المثال اللي انا قلته بتاع الطالب، ان الرولز مهمه. يعني مثلا دلوقتي انا لو شغال في شركه وجا كلاينت، او مش شركه يا عم، انا فريلانسر عادي، وفي كلاينت طالب مني ديزاين، هو عاوزه فرعوني، بالظبط، اقول له انا مش بالظبط، انا ما عنديش غير يوناني. ممكن يعمل لك حاجه افظع، يديك الوان معينه بالظبط، او يديك صوره يقول لك انا عايز حاجه شبه كده، وحاجه مقرفه جدا بالنسبه لك، بالنسبه له حلو. دي هتوصلنا نقطه تانية، دي هتوصلنا نقطه الذوق اصلا. تمام. فانت ازاي هتاخد اللي هو اداهولك ده تطوعه بحاجه حلوه؟ تمام. هندسيا صح، سيبك من هندسيا، ممكن مش شغل هندسي، اساسيا اساسيات فيها متشبعه من اساسيات التصميم مظبوطه. تمام. وانك تطلع حاجه في الاخر ترضيك وترضيه. ما خلي بالك برضو حته انك ترضيه وما ترضيش نفسك، دي ممكن تتضايق اصلا، انك بتفقد هويتك انت. انك هتطلع حاجه ترضيك انت وترضيه، ده بقى محتاج فعلا انك، عشان هنا بقى الفرجه كتير والخبره، هي دي الشطاره فعلا. بالظبط، هي دي الشطاره. انك تعرف تعمل الاثنين، انك تعرف تاخد العميل اللي جايبه لك انت شايفه حاجه مش حلوه خالص وتعملها حاجه حلوه بالنسبه لك وبالنسبه له. يعني دي حاجه جايه لك مطلوبه ان هي تتعمل وهو عاوزها بالشكل ده، تبدا تضيف عليها شخصيتك يعني بالزبط. تاخدها زي ما هي كده وتبدا تطور فيها، تديله اللاينز اللي هو عايزها، اللي هو محتاجها، تديله اساسياته اللي هو طالب كذا، عاوز اللون ده احمر واصفر، طوعه صح بقى، تعال هاته طوعه صح. وانت اكيد لو شفت 1000 ديزاين، اكيد في ديزاين منهم فيها الفكره دي، فيها الحته دي. تمام. فهنا برضو نوصل لنفس النقطه، الخبره. مش لازم خبره في السن على فكره، لا انت الخبره هنا الخبره الفنيه، انك اشتغلت كتير، انت استقبلت كتير. بالظبط، استقبلت كتير، حلوه دي. فده مهم قوي يعني، ده مهم حته انك اتحطيت في رولز معينه او في ضغط معين وانت مثلا طالب لسه، ده هيفيدك كتير قوي اللي بعدين، جدا جدا هيفيدك كتير. لان احنا في سوق الديزاين عموما مش هتشتغل بدماغك بنسبة 100% طول ما انت عايش، طول ما انت الشركة مش بتاعتك. بالظبط. والله حتى لو شركة، حتى لو بتاعتك برضو العميل في كلاينت. الفكرة في ايه؟ ان انت بقى تفضل يبقى عندك اللاين بتاعك وبتقدر تطوعه على كل الأذواق. الذوق الكلاسيكي، الذوق المودرن شوية، الذوق البوهيميان مثلا، بس تعرف كده تبقى عارف تدي لكل الديزاين او كل مثلا ذوق معين، سواء العميل او ذوق اي حاجة عموما، من روحك تديها اللي انت اشتغلته. تمام. ده مهم قوي، وده مش كتير بيوصلوا له، ولا ممكن حد فينا يقدر يوصل له بسرعة يعني. دي حاجة محتاج انك تشتغل كتير جدا على نفسك، تشتغل كتير جدا عموما، وما تجيش ايه تقعد تقول لا انا خلاص كبرت على الموضوع ده، كبرت على المعلومة مثلا، او كبرت على الشغلانة دي. لا، ما اشتغل انت يعني خسران حاجة. بالظبط، يعني اشتغل لحد ما انت يعني تستفيد من كل حاجة طول ما انت قادر يعني، بالذات في البدايات يعني. طبعا والله، وفي اي حاجة يعني. الشغل حلو، الشغل في الفن يعني عموما بيكسبك بعيد عن الماديات يعني، بيديك خبرة كبيرة جدا. هو بالوقت اصلا انت بتاخد الثقة بتاعت، بالذات في المجالات الفنية يعني، انت خلاص اشتغلت كتير 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 وبقى عندك ثقل في الموضوع. كإنسان اصلا خلاص بقى الشخص ده معروف ان الشخص ده جامد في المجال بتاعه.
انت بتاخد الثقه بتاعت خلاص اعمل اللي انت عاوزه. بالظبط. دي الفكره اهي. يا ده البريف اهو. ده الواحد بيحلم بالموضوع. وظفه بقى زي ما انت عاوز. انك يجي لك مثلا كلاينت يقول لك انا اعمل انت عايزه، مم. انا واثق في شغلك مثلا، وهيعدل على فكره مم. عادي ما تزعلش. بتحصل. بالظبط. هيعدل في حاجات معينه، بس انت امتى توصل للنقطه دي؟ بعد ما اشتغلت كام مره، مش مرتين 3 و4، بعد اشتغلت كتير. حط صفار جنب ال4 دي. مم. اشتغل كتير قوي. تمام. وخلي دايما في حاجه برضو مهمه قوي، ان تخلي دايما شغلك مميز. يعني ما تبقاش بتشوف بتقلد وخلاص بقى. يعني انت قلدت فتره، خلاص بقى حاول تدي الروح بتاعتك، طابع الخاص ده. تدخل بقى الحته بتاعتك دي انه انا اشوف الديزاين ده وانا ماشي كده في الشارع اقول ده بتاع عمر حلواني مثلا. مم. يا مم. ده شرف كبير. في حته الطابع الشخصي مم. كده هيجي الاصاله الفنيه كده هتيجي. مم. بس انت في الاول بالذات لو انت بتبدا كطالب او يعني حتى لو مثلا انا متخرج من مجال معين وعاوز ادخل في مجال تاني، ما تتكبرش. بالظبط. اتعلم المجال التاني. بالظبط. يعني مش معنى ان انا متخرج من قسم معين يبقى انا لازم اشتغل في القسم ده. انت حابب مجال تاني جربه. والله لو بتتكلم على فنون تطبيقيه مثلا فهي يعني متداخله جدا في بعضها. يعني مثلا اقسام كتيره مترابطه جدا ببعضها، لدرجه ان انت ممكن تتخرج من القسم ده تقدر تشتغل في القسم التاني ده بسهوله، ومحدش يقولك انت بتعمل ايه. عادي. انت على فكره انت دارس، انت خريج فنون تطبيقيه، انت خريج فنون تطبيقيه عموما بقى. محدش بيقولك قسم ايه بالظبط. ده نادرا لما بنشوفها يعني. مم. عكس ما الا نسيك شويه والحاجات دي، لانهم بيبقوا متخصصين في حته معينه بقى، عنده كل واحد عنده الحته بتاعته بس. ولكن احنا كلنا داخلين في بعض بشكل لذيذ وبنبقى فاهمين. يعني انا ممكن تبقى ماشي، انت مثلا خريج نحت، تمام، او مش خريج، طالب في نحت، وماشي بتفرج على تقييمات طباعه وفاهم هو بيعمل ايه، الشابلونات. فاهم شابلونات وفاهم بيعمل ايه وكذا. والاحتكاك بقى ببعضنا يعني الطلبه ببعضها ده مهم جدا. يعني مثلا انت مش عشان في قسم معين تحتك بالطلبة القسم ده بس، لا، انت لما تحتك بطلاب التانيين ويبقى كلنا في بعض، قاعد في سكن مثلا، وانت من الناس اللي قعدت في سكن في فترة يعني، بتشوف اصحابك وتشوف بيعملوا ايه. هتستفاد منهم غصب عنك. بتلاقي 7 اقسام في السكن. بالظبط. انا كنت في 9 اقسام في سكن. هم اكيد فاهمين لما شافونا هيعرفوا انا قصدي على ايه. انا بحبكم يا رجاله. والله انا كمان. فده مهم قوي. ده بيفيدك تبقى قاعد مثلا تبقى فاهم بقى كل حاجه. انت عارف القماشه دي اتعملت ازاي، شفت صاحبك هو بيعملها، تمام. فبالتالي انت لما تحب مثلا او دراستك كانت قريبه من دراسه قسم معين، تيجي تخش في القسم المعين ده انك تشتغل فيه، مش هتحس بالمجهود الجبار اللي انت بتعمله. هو في نقطه اصلا في فنون تطبيقيه جواها، بما ان دي تجربتنا يعني، ان احنا كلنا بلا استثناء بندرس حاجه اسمها اساسيات التصميم. طبعا ده الاساس كده، مهمه جدا. وكله بقى كل اللي جاي بيتبنى على الاساسيات. دكتور حسين حجاج الله يرحمه كان بيقول لك التصميم عموما والفن بيبدأ من القلم، تمام. اساسيات التصميم تنطبق على القلم لحد تصميم مدينه سكنيه كامله. انك تبدأ يعني اساسيات التصميم دي بتمشي على كل حاجه. الاساسيات دي مهمه جدا، وده احنا يعني بتلاقيه في اي ديزاين بعيدا بقى عن مجالك. يعني ممكن تكون انت في خزف وشغلك كله شغل سيراميك ومش عارف ايه، بس اساسيات التصميم اللي انت شغال فيها في الحته دي هي نفس اساسيات التصميم بتوع الخرافه شغالين بيها، وهكذا. دي مهمه جدا يعني. دي اساسيات عموما، زي بالظبط الرسم الهندسي والحاجات اللي احنا خدناها، البلان والفيجن والكلام ده كله. طب ما ده برضو موجود في شغلنا لحد النهارده. المصطلحات دي معايا اصلا، فاهمني؟ فدي مهمه جدا. هي بتبقى اصلا بتفتح لنا نقطه الاساسيات دي، بتفتح لنا بقى المجال ان احنا ناخد الاساسيات دي نطبقها على اي حاجه هنعملها. فانا اقتناعي الشخصي الحقيقه في الفن ان انت فنان خلاص، انت عاوز اي حاجه فنيه هتعرف تعملها، بس بشرط انت تتعلم الادوات اللي بتعمل بيها الحاجه دي. بالظبط. بس خلاص انت دلوقتي فنان بتشتغل في مجال فني معين، اشتغلت فيه شويه حلوين، بقى عندك خبره فيه، بقى عندك تغذيه، بقى عندك توسع فيه، بقى عندك استقبال كويس. عاوز تعمل منتج فني نوعه مختلف تماما عن اللي انت بتعمله،
هتحتاج بس تذاكر الادوات اللي بيتعمل بيها. بالظبط. وده كتير على فكره بنشوفه بقى بعيدا عن على المجال بتاعنا. فنانين كتير ممثلين خارجين فنون جميله او فنون تطبيقيه وبيعرفوا يعملوا الاثنين. بتلاقيه شاطر جدا في التمثيل. انا كنت هدي نفس المثال الحقيقه. يعني ما انت عندك مثلا واحد زي بومي فؤاد واحمد امين ماجد الكدواني، كل دول خارجين فنون اصلا وبيعرفوا يعملوا الاثنين. يعني هتلاقيهم ليه في ده وليه في ده، وهتلاقيهم عندهم يعني في كرياتيفيتي موجوده. فهو قدر يطوع اللي هو درسه في الفن ده في اي نوع فن تاني. ده مش معناه ان انت يعني ما تبقاش متخصص في حاجه، لا طبعا، انت بس دور انت حابب ايه وعايز تكمل فيه بالظبط. وهتقدر تكمل فيه طول ما انت دارس فن ايا كان نوع الفن ده بجد بقى. يعني هتلاقيك ايا كان نوع الفن انت الاساسيات دي بتمشيك عموما في شغلك، بتمشيك في ايا كان بقى شغلك الفني ده رايح فين موديك لفين. بس يعني بالنسبه كت بقى دي وكمل نخش في حاجه بصراحه. ليه؟ طب ليه دي مش هتتكت؟ كنت هقول حاجه وانت قطعت حبل افكاري. كنت هدي مثال على ويجز مثلا. ويجز بيغني راب، بعد كده بدأ يغني غنى عادي يعني كان الجنرا بتاعته ايه، بدأ يمثل، بعد كده بيمثل وكتير بقى يعني بعده يعني ممكن هو اول واحد ظهر، بعد كده الباقي كلهم فتحوا يعني بالنسبه للراب سين. لكن كتير بالمغنيين بيمثلوا ممثلين لا مش ممثلين بيغنوا مش كتير، لا مش كتير يعني بس شفنا كذا حاله يعني. امير عيد شفناه برضو، شفنا امير عيد ده بالنسبه للجيل الحديث يعني. عندك عمرو دياب بدأ على فكره غنى ومثل ده في البدايه خالص. محمد منير غنى ومثل ده كتير يعني. فهي بتبقى انت حاجات محتاج بس توظفها يعني بالظبط. والموهبه يعني برضو في ناس موهوبة بالفطرة كده تلاقيها. كنت جاي لك السؤال ده والله. يعني بتخليك كده غصب عنك هو بيخش في المجال اللي هو موهوب ما خدش دقيقتين وهتلاقيه دار تمام. ولكن هي الموهبة مش كل حاجة بالنسبة للفن عموما بقى. ويعني مش لازم تكون موهوب قوي عشان تبقى فنان قوي. ده بجد الموهبة دي اللي هي الجفت اللي جاية من عند ربنا كده. لو انا مولود كده هو تبقى مولود عندك الملكة دي تمام. اوكي. هل لازم عشان مثلا ابقى فنان او ان انا يطلق عليا فنان لازم اكون عندي الجفت دي؟ لا. لازم تكون مجتهد. انت ممكن يكون عندك الجفت دي ورميها في الزبالة سوري يعني. انا مقتنع ان الموهبة اوكي، في حد مولود كده عنده الملكة دي، عنده الجفت دي من عند ربنا تمام. بس اقتناعي ان في الاساس ان الموهبة مكتسبة طبعا. يعني انا اللي بكتسبها وانا اللي بطورها. الفن عموما مكتسب على فكرة. بالظبط. يعني انت عشان كلمة فن اصلا دي كبيرة قوي. يعني انك اصلا يطلق عليك اسم فنان. طب ليه مش رسام؟ طب ليه مش ممثل؟ ليه مش مغني؟ ليه فنان؟ تمام. دايما الشخص لما يبقى بيأدي حاجة هو الوحيد اللي قادر يطلع الحاجة دي بمنظوره هو بشكله هو بشكل مبدع جدا بيقول له ده فنان. صح. فهنا بيجي في حاجات يعني يعني ممكن تكون موهوب جدا بس مش فنان. ليه؟ انت مش عارف تستغل الموهبة دي او رميها. يعني انت سايبها على جنب تقول انا موهوب وخلاص. جنبك واحد مش موهوب واشتغل كتير كتير جدا لحد ما بقى فنان. اكتسب ده. هو قدر يكتسب ده من شغله كتير، من ان هو قرأ كتير وشاف كتير وبتاع. اكتسب الملكة دي وهكذا. هو التطور في الفن عموما والوصول لحتت معينة فيه للنقطة اللي انت بتقول عليها في انه خلاص يبقى ده فعلا فنان مستقر في الحتة دي. محتاج حاجات كتير غير الموهبة. الاجتهاد تمام، المذاكرة تمام، البريزنتيشن مثلا، الطريقة اللي هو بيظهر بيها بالظبط. يعني في ناس كتير يعني موهوبين وجامدين جدا وايديهم حلوة يبين شغله للناس ولا يسوق حتى، مش عارف يظهره، مش بالزبط. مغمور. فحتة البريزنتيشن دي مهمة جدا جدا. على فكرة ممكن يكون حد شغله نص بس بيعرف يعمل بريزنتيشن جامد بيظهر، وفي ناس شغلها جامد جدا وياخد وظيفة كبيرة ومهمة ويشتغل ويبقى جامد، في مقابل ان حد تاني اعلى منه بسنين
وما يقدرش مش عارف يظهر شغله بشكل كويس. بالظبط. بس هيقول لك على حاجه، في ناس شغلها لما بيبقى حلو قوي بيفرض عليك نفسه، ده بجد بقى. يعني في ناس بيبقى شغلها لذيذ جدا وقوي جدا لدرجه ان انت حتى لو مش عامل برزنتيشن فجاه كده تلاقي انت بيشدك، تمام. بس البرزنتيشن مهمه جدا. هيشدك لحد فين؟ بالظبط، يعني انت لازم برضو تقدر تخدم على الشغل. يعني انا شفت يعني ممكن هيشدني في الانطباع الاول. يعني انا اول انطباع دلوقتي، انا رحت معرض في كذا حاجه قدامي، في واحد شدني قوي من الانطباع الاول عشان هو فعلا فنان جامد، في مقابل ان التاني مستواه اقل بكتير بس عامل برزنتيشن حلو. جيت المعرض اللي بعده بصيت لقيت اللي بيعمل برزنتيشن ده عامل برزنتيشن مختلف وعلم من نفسه وزود على البرزنتيشن مع ان شغله لسه في نفس المستوى. في مقابل ان الاولاني هو الانبهار قل شويه. هو ساعات في ناس بتجبرك انك تشوف الشغل بتاعها، مش بالاجبار ان هو بيقول لك تعال شوفه، لا بيجبرك بالبرزنتيشن بتاعه، بالبرزنتيشن، بالابهار. بالظبط. ما هو الابهار المتجدد اللي هي فكره اصلا. انت قلت ان في ناس ممكن تبهرك بمجرد فنها، ان فنها جامد لدرجه ان انت انبهرت. انا هنبهر مره، هنبهر 2، هنبهر 3، مش هستمر. انما انا لو عاوز ابقى بقى بروفيشنال فنان، انا دلوقتي عاوز يعني فعلا يبقى دي وظيفتي، مش ان انا بعملها في اخر الاسبوع. لا، دي وظيفتي. انا محتاج يبقى عندي المهارات، السوفت سكيلز عموما، بالزبط. العرض والمفاوضه والكلام والحاجات دي كلها هتفرق في منظري النهائي. بالظبط، ده يعني يعني في ناس كتير جدا فعلا بيبقى شغلها قوي ومش عارفه تبين ان شغلها قوي، ان يعني هو رماه كده، ده شغل حلو اهو، فانت تيجي تتفرج على الشغل ممكن يسد نفسك، هو حلو بس انت ليه عامله كده، مش عارف تخدم عليه ليه. وفي كتير ممكن يعني فعلا زي ما انت قلت ان ناس كتير جدا ممكن يكون شغلها مش الواو، بس هو الطريقه هي اللي مخليها واو. بالظبط. فدي نقطه انا ده الاتجاه اللي انا ماسكه في حياتي وبحاول اطبقه اصلا. يعني الفكره اللي تلاقيني مثلا بتكلم في فيديو، الفكره بتاعت الفيديو تلاقيها 50%، الفيديو كله على بعضه 90% بسبب ان البرزنتيشن هو اللي مخليه في الاخر شكله حلو. بالظبط. الكواليتي بطريقه الكلام، معرفش اسلوب المونتاج، بالحاجات دي كلها. المنتج النهائي، المهم ان المنتج النهائي يكون مقبول. بالظبط، مش الفكره بس. يعني هو الكونتنت مش عباره عن مجرد فكره. زي اللوحه هي مش عباره عن مجرد الوان او مجرد عنصر انت بترسمه، لا هو الاوفر اول، المنتج النهائي عامل ازاي. بالظبط، ده حقيقي. وده في الشغل بقى عموما، بعيدا عن ان انت بتقدم مثلا لو في الكليه او كلام ده ان انت بتشتغل الكليه وكده، ده في الشغل عموما انك تقدم للعميل حاجه يشوفها تعجبه وتخدم عليه. ده اصلا بيسهلك الابروفد، انك تاخد الابروفد منه، انك تاخد ان تمام كمل على الشغل ده. بالظبط. ده في شغلي انا مثلا، يعني كانتيريور ديزاينر لما اجي اشتغل في حاجات بسيطه جدا ممكن تتعمل تفتح نفس العميل. تحط له شكل البلان جنب الديزاين بتاعه، تحط له في PDF تمام، ريحته حلوه كده. ايوه فاهم، تظبط له الدنيا، تبعت له لفه هدايا. بالظبط، بحيث ان هو يعني حتى لو الديزاين بتاعك هو ان شاء الله ممكن ديزاين يبقى حلو، بس ممكن حتى لو ديزاين بقى فيه دي طرق الاقناع اكتر. بالظبط، يعني دي حاجه للشغل بتاعك، غير انت تاخد له سكرين شوت من البرنامج وتبعتها له. او الكواليتي، انك ما تهتمش بالكواليتي بتاعتك، انك مثلا تبعت ديزاين والكواليتي بتاعته مش احسن حاجه. بالظبط. هو مش هيفهم على فكره موضوع ان الكواليتي وحشه، هو هيرفض، هو هيقول لك مش حلو. بالظبط. هو مش عارف بقى هو مش حلو ليه، وهو مش دارس. هو ولما يقول حلو هو مش عارف هو حلو ليه. بالظبط. هو بقى هو عجبه. تمام. هو الكلاينت ده مش كل الكلاينتس اللي ممكن يجوا لك مهندسين ديكور او ديزاينرز، لا يعني ممكن 90% اللي بيجوا مثلا ناس ما هماش في المجال. فهو مش هيقول لك مثلا والله مش عاجبني دي، اصل الريندر بتاعك في اللحظه دي عمل الريزوليوشن مش عارف اعمل ايه والنويز مفيش، مش هيفهم ومش هيقول لك حاجه زي دي، هيقول لك مش حلو. تمام. تفضل بقى انت تتشقلب تتنطط تقول مش حلوه ليه وما حلوه ليه، ما زي الفل اهي، وتقعد تبص فيها. ممكن اقول حاجه كمان تعرف، حتى لو هو شخص دارس تصميم وفاهم لدرجه ان هدي المثال ده، ان انت دلوقتي الطالب وهو الدكتور مثلا اللي عندك في الكليه، هو لو شاف حاجه مش كامله هيعدل عليها. بالظبط. انا لما كنت في الكليه
انا لما كنت في الكليه اه احنا كبرنا والله. والله والله احساسها صعب قوي على الودن. اقولها انا لما كنت في الكليه يا لهوي. كنت طالب. لما كنت طالب كنت لو بعمل تصميم بدات اشتغل فيه مم. وعندي فكره معينه ليه، ممكن اعرض الفكره على الدكتور كروكي مثلا او حاجه. انما بدات شغل في التصميم الاساسي، لا الدكتور ما يشوفوش لحد ما يكمل. لو شافه مش كامل انا مديله الفرصه دلوقتي ان هو يعدل. بالظبط. هو انا دلوقتي لوحدي لو جالي تصميم مش كامل هقعد افكر له في تعديلات، هقعد افكر له ازاي اكمله. بالظبط. انما لو الديزاين كامل هيبقى بقى التعديلات بقى بسيطه، هتبقى مثلا توجيهات اللي هو يفضل لو حطيت دي كذا. بس انت لو طب ما تجرب تمسح لما دي. تديله حاجه مش كامله هو هيحط بقى ايه من دماغه بالظبط. وانت من دماغك هتلاقي تطلع تصميم في هو الآخر هيكملها بشخصيته، هيكملها بشخصيته بدماغه بطريقته. اقرب شويه يا ريت. انما لو هو كامل هو هيبدا يطلع لك الغلطات اللي عندك انت. بالظبط. يعني هيعدل على شغلك مش هيكمله بدماغه. لا دي نقطه حلوه. فدي نقطه حلوه يا ريت ناخد بالنا كلنا منها. انا ادركتها وصراحه بتفرق قوي. ده حقيقي فعلا. كان في كتير من الفنانين على فكره، حتى الفنانين القدام كان ما يحبوش ابدا حد يبص على عمل غير مكتمل ابدا. يحب اخلص واتفرج في الاخر. تمام. ودي نقطه مهمه، يعني دي نقطه مهمه للناس كتير، ان هي ممكن توري الشغل انت لسه عامل اوتلاين وتقوم رايح وبدات مثلا تظليل في حاجه، ده لو بالنسبه للرسم يعني، توري لحد ممكن يقفلك اصلا يقول لك مش حلو، رغم ان هو ما شافش. المفروض يشوف في الاخر بقى. انت ممكن اصلا اقول لك على حاجه، في نوع ارت انا بحبه جدا، بتفضل ترسم لوحه مثلا بستايل معين، وبعد ما بتخلص يقوم راح جايب بويه ويقوم راح منزل عليها يمين وشمال وبتاع. تمام. اهو التاتش الاخير ده هو اللوحه اصلا. بالظبط. تمام. طب انا لو ما شفت قبل التاتش الاخير هيبقى ليه حكم مختلف، بعد التاتش بقى ليه حكم تاني، وهكذا. فانت استنى لحد ما حين اكتمال العمل الفني، بالذات لو الشخص اللي انت بتوريها له عليه حكم على الشيء ده بشكل مباشر، يعني الكلاينت، يعني الدكتور في الكليه. بالظبط. يعني ليه حقيقه انه يقول. بالظبط. ولا وكلامه يمشي. يعني اللي هو هيقول وكلامه هيمشي. انما انت ممكن انا اجي اخد راي عمر في فيديو انا شغال عليه قبل ما اخلصه. ليه؟ لانه عنده حاجات فنيه ممكن تساعدني وانا محتاجها. بالظبط. لنفسي اللي هو طب لو عمر قال لي غير الالوان وانا ما غيرتهاش، في حاجه هتحصل؟ لا ولا حاجه عادي. بالظبط. ممكن عمر ما يشوفش الفيديو. بالظبط. يعني حتى لو شافه هو هيكون متفاهم ان دي وجهه نظر. بالظبط كده. انما لما يبقى حد يعني ده عميل بقى، ده كلاينت، ده خلاص ده الشغل بتاعه اصلا مش بتاعي. ما ينفعش اوري له حاجه مش مكتمله، لانه لو فاهم هيعدل عليها، ولو مش فاهم هيقولك مش حلو. ده حقيقي فعلا. فدي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. يعني كان في حاجه في النقطه دي برضو عاوز اقولها، هي الصراحه النقطه دي منتشره قوي، عشان كده انا افكاري اتفتحت فيها. يعني في ناس في الكليه بتاخد رايي في حاجات ويقولوا لي احنا بعتناها للدكتور. انا بتضايق جدا لما حد مثلا يبعت للدكتور ياخد رايه في حاجه وهي لسه مش كامله. ايوه. لان غالبا بتواجه بالرفض. ف يعني باكد بس على الحته دي، ان احنا نحاول ناخد راي الناس اللي حوالينا اللي احنا بنثق فيهم، ونكمل الحاجه بعد كده. دوس في الحاجه حتى تاخد الدافع ان انت تكملها. بالظبط. تدوس في الحاجه وتجرب للاخر. وبعدين حتى يا سيدي لو فشلت عادي مش مشكله، دوس تاني. بالظبط. جرب تاني. حاول تاني. بس على فكره احتماليه ان ديزاين خلصان يترفض ككل ضعيفه جدا. لا هي مش ضعيفه. بص هي ضعيفه لو انت ماشي على الرولز الصح. تمام. ويعني ماشي القواعد اللي انت واخدها صح، وماشي على المود بورد اللي العميل او الدكتور قالك عليها. انت ماشي على الانستراكشنز الاساسيه دي. تمام. هو وعارف ثقافه العميل او ثقافه الشخص اللي انا بديله الحاجه. لكن هي مش هتبقى ضعيفه خالص لو هو مثلا عميل قالك انا عايز هكلم على شغلي مثلا. انا عايز الليفنج ده مودرن. انت بعد اسبوعين شغل مسلم له ديزاين كلاسيك، ما هيترفض طبيعي. تمام. او العميل ده دماغه في مود بورد معينه، بعت لك فرنيتشر مثلا معينه وبالوان معينه وبطريقه معينه، قمت انت قلت لا ده مش حلو، فهتمشي بالانستراكشنز بتاعتك انت، انك تبدا تحط فرنيتشر تانية بكالرز تانية بشكل تاني، وفي الاخر اللي بيحصل ما بتترفض حتى لو احلى. يعني حتى لو الشغل بتاعك احلى من اللي هو بعته هيترفض، لان ده مش هو اللي عايزه.
هو ممكن انت لازم تشوف هو محتاج ايه. بعد ما مشيت على الانستراكشنز دي كلها وسلمت الديزاين، استحالة يترفض بشكل كلي الا لو هو غير رأيه، دي حاجة تانية. لكن انه يترفض لا، هيتعدل عليه. انت تخيل تبقى طالب من مطعم شاورما فراخ وتجيلك شاورما لحم، هتاكلها وتسكت؟ انا هاكلها واسكت بصراحه لان انا بحب اللحمه. اللحمه. انا جعان. انا هاكلها واسكت. العميل غير رايه. العميل كبر دماغه، دي حاجه تانية. اصل لو في الشاورما مفيش مشكله، لكن انا بتكلم في اوضه نوم بالظبط. تختلف يعني. انا طالب منك مودرن تعمل لي كلاسيك، انت عبيط يعني. سوري، كات دي. او حط التيت اللي هي تيت على العبيط. طب لو هتحط التيت بقى هاي تيت بقى. بس عندك حاجه تانية عاوز تضيفها؟ والله انا سعيد قوي بصراحه باللي انت بتعمله مؤمن. شغلك تحفه، وبحس ان الجو كوزي جدا هنا. شكرا. لازم تيجي جوه الجامعه تجربوا المكان والمايك اللي قدامي والاداره ضربه في عيني بصراحه، تحفه جدا. فانا احييك على المحاوله. ده حقيقي، مش على الوصول، انت لسه ما وصلتش. لا انا بحاول، انا بجرب ولسه انا شايف هتوصل كمان ان شاء الله. فاحييك على المحاوله. انا استمتعت جدا والله، حبيبي جدا جدا يعني. وحاسس ان انا عندي مش عاوز اقول شغف، بس اللي هو فاهم متعة كده جميلة من النقاش في المواضيع الفنية دي. 5 سنين يا مؤمن، 5 سنين احنا قاعدين بنشرب فن واحنا مش واخدين بالنا. لا ده حقيقي. والله في كل حاجة. يا ريت لو مش واخد بالك يعني ايه تاخد بالك لو انت لسه هناك. يا ريت بجد، يا ريت. لان انت بعد التخرج ايه ده يا بابا، احنا في الطلة هنا اللي رمانا هنا، احنا عايزين نرجع تاني. احنا بقينا اتعرينا، فاهم؟ طب نعمل ايه؟ لكن انت طول ما انت في الكلية فعلا لا، الجو تحفة والدراسة ممتعة جدا، وحاول تستمتع بيها حتى لو انت في قسم ما بتحبوش، حتى لو انت في قسم مش حاسه. في حاجات تتعلمها، خد اللي انت محتاجه. بالظبط. في حاجات تتعلمها لنفسك يعني انا وانت عملنا كده وكتير. خد اللي انت محتاجه وكمل واجتهد في الباقي، بس خد اللي انت محتاجه قوي ومش هتندم بعدين، لان انت بعد التخرج فعلا الامور بتختلف. بالعكس، كل اللي انت خدته اصلا، كل اللي انت درسته واستقبلته هيفيدك ايا كان المجال الفني اللي انت تكمل فيه. بما ان انت في الفيلد بتاع الفن عموما، فانت اي حاجة هتستقبلها بجد هتصب معاك في الاخر في المنتج بتاعك يعني. ده حقيقي فعلا. بس دي النصيحة الأخيرة من شباب أجهادهم الفن. لسه بنحاول والله، أجهادهم التقييم لسه بنحاول. محتاجين نتكلم أكتر، يعني نعمل حلقات تانية. والله أنا متحمس جدا للكلام ماشي في الاتجاه ده معاك. يا ريت. فإن شاء الله انتظرونا في حلقات تانية. والله دي قرار مفاجئ وانا موافق. ماشي، يلا بينا. نعمل سلسلة في رمضان بقى، ممكن ننزل في رمضان. نافس بقى محمد سامي ونقطع في النص كده. احنا نمثل بقى، ممكن مش فنانين. نفسي والله. يلا نشوف، ممكن اي منتج يعمل اي حاجة ان شاء الله، خطوة مستقبلية يعني ان شاء الله. شكرا ليك يا أستاذ حلواني حبيبي على وقتك الذي لا يقدر بثمن. حبيبي وشكرا ليك يا عزيزي المستمع. لو وصلت معانا لهنا أتمنى تكون وصلت لهنا. عرفنا في التعليقات لو عندك أي رأي لأي شيء احنا اتناقشنا فيه. وبس. شكرا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات الجميلة دي، وهتلاقوا اللينك الانستجرام بتاع الأستاذ حلواني في الديسكريبشن وهو دلوقتي بيشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة. بس كده يا لهوي الصوت فين.